حصل حاجة امبارح كان يجب ان انا اطلع وارد واتكلم عنها. الموضوع يعني ما هواش طويل، وعايز اقول لحضرتك ان الفيديو ده هيبقى في اللايت كده في الخفيف، وعايز اقول لحضرتك انه من اهم الفيديوهات اللي انا عملتها. وكلنا عارفين ان انا بقول لحضرتك ان انا مش في كل فيديو بطلع اقول لك ان ده فيديو مهم وان ده اهم فيديو عملته وان ده مفيش الكيكة دي، ولكن لما بيبقى فيه فيديو مهم بقول لك ان ده من اهم الفيديوهات. ولكن لو كنا عملنا فيديوهات على هذه القناة فهذا الفيديو من أهمهم، من أهم فيديوهات. عزيزي المشاهد، عايزك تركز معايا وتصحصح ودنك لكل حاجة أنا هقولها في الفيديو ده. اتكلمت أنا امبارح عن موضوع حبس الأستاذ مرتضى منصور، كامل الاحترام والتقدير لأي حد بيتم ذكر اسمه في فيديو النهاردة أو في أي فيديو سابق أو في أي فيديو جاي. طيب، المهم اتكلمت أنا على الموضوع ده، واتكلمت عن مداخلة الأستاذ أشرف عبد العزيز المحامي، محامي كهرباء، واتكلمت عن المداخلة بتاعته مع عمرو أديب لما قلت إن الأستاذ أشرف عبد العزيز قال: أتمنى من الأخ الكبير الكابتن محمود الخطيب أن يتنازل عن الحبس للأخ مرتضى منصور، وكده كده هو مش هيبقى رئيس نادي الزمالك تاني، ولكن يعفو يعني عن الحبس لمدة شهر. اتكلمت عن الموضوع ده واتكلمت عن موضوع تاني. اتكلمت عن الأستاذ طارق يحيى لما طلع في قناة نادي الزمالك هو والكابتن خالد الغندور، والاتنين قالوا نفس الكلام اللي قاله الأستاذ أشرف عبد العزيز، وقالوا احنا مستعد. في حد من قناة نادي الزمالك قال لفظا كده: أنا مستعد أبوس على راس الكابتن محمود الخطيب ويعفو عن الأستاذ مرتضى منصور. والله العظيم اتقالت نص. تمام؟ المقدمة مش طويلة، فهمتك كل حاجة حصلت امبارح بالراحة، ركز معايا. خليني اقول لحضرتك الاول وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تزور لايك جامد جدا على الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو لاكتر من 5000 لايك. طيب، المهم انا من غير ما اتعصب ومن غير ما اتضايق ومن غير ما اقول الفاظ انا مش متعود ان انا اقولها، ولكن انا ليا حق الرد، حق الرد فيما حدث امس. طيب بص يا سيدي، بعد كل الكلام اللي انا قلته لحضرتك ده ان انا قلته في فيديو امبارح، تاني ملخصا كده سريعا، قلت ان الاستاذ اشرف عبد العزيز المحامي طلع وقال نتمنى ان الاستاذ والكابتن محمود الخطيب يعفوا عن الاستاذ مرتضى منصور، وقلت ان طارق يحيى، وقلت ان خالد الغندور قالوا في قناه نادي الزمالك ان نتمنى ان الكابتن خالد الغندور ان الكابتن محمود الخطيب يعفوا عن الاستاذ مرتضى منصور. تمام؟ وقلت ان في حد في قناه نادي الزمالك طلع قال انا عندي استعداد احب على راس الكابتن محمود الخطيب. تمام؟ كله تمام. نزلت انا الفيديو ده على الصفحه بتاعتي على الفيسبوك. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل في حاجه اسمها لجان الكترونيه. يعني ايه لجان الكترونيه؟ انا هقول لحضرتك، ناس بيتم توجيههم لفعل شيء معين على وسائل التواصل الاجتماعي. انا شخصيه معينه لو حد طلع قال رايه فيا، تعالى نقيسها عليا انا كمحمد الجرحي. انا محمد الجرحي عندي جروب لكل الناس اللي بتحبني وكل الناس اللي بقول لهم يمين يمين شمال شمال. تمام؟ مع ان يعني ربنا يعفينا من هذا، احنا ما بنعملش كده ولا بنقول لحد يمين ولا بنقول لحد شمال، بس انا بديك مثل يعني. وجامع الناس دول في مكان وبدخل اقول لهم خدوا ده بيقول عليا كلمتين اشتموه، حتى لو الراجل الكلام ده بيقوله صح او غلط، دي مش قصتي بقى، صح؟ خدوا الراجل ده اشتموه، خدوا الراجل ده قولوا له انت امك وابوك وخالتك وعمتك وعيلتك وعيله العيله، قولوا له كل الكلام ده. فده اللي حصل معايا امبارح لما نزلت الفيديو على فيسبوك. الفيديو حرفيا الحمد لله ان انا كنت صاحي في وقت متاخر، ويعني حركه غبيه وزباله قوي يعني. لقيت ايه عزيزي المشاهد؟ لقيت ان سبحان الله الفيديو كان جايب 80,000 مشاهدة. سبحان الله، في ساعة بقاله يومين نازل، في ساعة الفيديو بقى 140,000 مشاهدة، يعني الضعف تقريبا، الضعف. وسبحان الله كل الاكونتات شبه بعض بتشتم، كل الاكونتات ناس كبيرة في السن وناس من بلد معينة وناس من فئة معينة وناس فئاتهم
يعني المجتمعيه معينه، انا مش طبقي ولا بتكلم عن الطبقيه، ولكن نفس طريقه الشتايم ونفس طريقه المش عارف ايه. يعني من ضمنهم واحد غبي قال لي ايه، بيقول لي ولا انت كذا كذا وابن كذا كذا وشكلك راضع من حماره وانت صغير. فانا يعني انت باني القشعريره من الشتيمه بصراحه. المهم، فعلشان ما اخدش الحرب دي، وعلشان ما اخدش حرب الشتايم اللي انا عمري في يوم من الايام هبقى جزء من لعبه وابقى بنساق اليها، فعايز اقول لحضرتك ان انا اكبر من كده بكتير. فكره بقى ان الفيديو مره واحده في ساعه واحده يعمل ضعف المشاهدات وثلاث اضعاف الكومنتات شتايم بنفس الطريقه، بياخدوا الشتيمه كوبي بيست، بياخدوها نسخ ولصق كده وتتشتم. فيعني انتوا منتهى الخيابه. حتى في الشر ما بتشغلوش دماغكم، يعني حتى في الشر خايبين، يعني حتى في الوكسه موكوسين في الوكسه، يعني سبحان الله. المهم، انا كنت طلعت وقلت ان انا مش هتكلم عن الراجل ده تاني اصلا، لان خلاص الموضوع انتهى لحد هنا. انا مشكلتي معاه رياضيه وكرويه لا اكتر ولا اقل. يتحبس، يتسجن، يروح كوكي بارك، يروح دريم لاند، دي مش قصتي. دي مش يا عمي، يكشي يروح يعمل عمره. انا مش يعني ربنا يهديه، يعني انا مال امي، انا مش فاهم، انت فاهم؟ ف عديها. المهم، طلع شويه فيديوهات الفتره اللي فاتت، يعني كام ساعه اللي فاتوا دول، قال لك الاستاذ مرتضى منصور في حبسه الاول طلب سجاده صلاه، وطلب يختم القران قبل رمضان، ولما دخل السجناء قعدوا يهتفوا له اهلي اهلي. ويعني فيديوهات منتشره كده على السوشيال ميديا. ما تخشش على عيل يعني لسه سايب الرضعه حالا، ما تخشش عليه. اولا احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في اول يوم للاستاذ مرتضى منصور في السجن اللهم لا شماتة. اول يوم ليه في السجن احنا ما نعرفش ايه اللي حصل له فيه، ولكن مش هنطلع نفتي بقى ونقول لك اصل الجماهير استقبلته واصل مش عارف ايه. وفي بعض الزملاء اتكلموا في الموضوع ده، كامل الاحترام والتقدير ليهم طبعا، وفوق دماغنا، وارائهم فوق دماغنا. هم الناس يعني شافوا فيديوهات منتشره فعملوا عليها رد فعل، فانت فاهم؟ انا مش بسيء لاي حد، كلهم اخواتي وزملاتي فوق راسي، ولكن لا صحه من هذه تماما، لا صحه. وقعد يتوعد الخطيب في السجن، وقعد يقول انا لما اطلع لك يا خطيب ووحياه امي لا اعمل، ووحياه امي لا هو الناس كانت معاه في الزنزانه يعني؟ انا مش فاهم. الناس بيصوروه، وقال لك اصله طلب انه يقعد انفرادي والمأمور استجاب ليه وحبسه انفرادي. وقال لك قعد لما دخل الزنزانه قعد يقرا جزء من القرآن وقعد يسبح وخلص وقام جاي شاتم الخطيب، يعني وهو قاعد انفرادي. يعني انا مش فاهم، يعني ما يعني انا يعني بص، حتى شفت لساني قال لك انا وقام جاي متلجلج كده وهو قاعد انفرادي. شاف ان هو بيقرا جزء من القرآن وبيشتم الخطيب بقى، بيمزمز، انت فاهم؟ فهو الراجل زي ما انتوا بتقولوا لو هو قاعد انفرادي فمحدش شاف حاجه يعني. مش عايزين ندي الموضوع اكتر من حجمه، ولكن انا بس حبيت ارد على حبه الشتام اللي انا شتمتهم الاورجانيك الجمال دول. ولكن انا في حاجه هنا يعني حابب اوضحها لحضرتك. انا راجل من طبقه فقيره جدا في الدنيا، ولكن يعني عندي كونسبت كده ان انا لازم يبقى عندي محامي. انا بحب دايما كده، بحب امشي ان انا يبقى عندي محامي بساله. فعارف اما يقول لك المحامي بتاع العيله ده، انا عندي بقى المحامي بتاعي، فاهم؟ عارف انت العيال الغنيه اللي بيقعدوا يقولوا بس انا بقى فقير، افقر خلق الله. فانا ممكن الشتيمه اللي حضرتك بتشتمها دي في حاجه كده اسمها مباحث الاتصالات، اقوم جاي واخدها سكرين شوت وراح لمباحث الاتصالات، والراجل ده بيشتمني ويجيبوك يجرجروك من قفاك ويدوك اللي فيه النصيب ويعملوا معاك الجلاشه وتتسجن. وانا مرضاش اذي حد، انا مرضاش اذي بني ادم، فما تضطرنيش ان انا اخد الخطوه دي، لان صدقني انا ايدي بتاكلني. يعني انت فاهم؟ الموضوع مش هيكلف البني ادم غير دقيقه للمحامي بتاعه وهو هيتصرف ويعمل كل اللي هو عايزه وانا قاعد في بيتنا. انت فاهم حاجه؟ عشان انا مش عويل. وممكن انت تشتمني صح وارد اشتمك وهينك وامسح بكرامتك الارض واقل منك واقل ادبي عليك
ثم كل ده اقوم جاي واخد اسمك وداخل على الاكونت بتاعك واخد صورتك اللي انت عامل فيها كده، ها، وعامل فيها كده وماسك السيجاره بتعمل كده، وكل الناس اللي دخلوا شتموني كان شكلهم كده في البروفايلات، واطلع امسك صورتك اقسم بالله ساعه ضحك، ساعه ضحك متواصل، باقه من اروع دقائق الضحك مع محمد الجارحي، يعني ما بتشغلش بالك. المهم عزيزي المشاهد، انا مش عايز اتكلم عن الاستاذ مرتضى منصور تاني، ربنا يفك سجنه، والراجل كانت مشكلنا معاه كرويه، وانه رئيس نادي الزمالك وكل ده انتهى، فاقفلوا الموضوع ده لان انا مش هتكلم فيه تاني. انا مفيش مشاكل شخصيه بيني وبين الراجل، يعني حتى لو كان اتكلم هو عني وحط صورتي في قناه نادي الزمالك وقعد يقول الولا دوت وقعد يشتمني وبتاع، فانا قلت لكم ان انا مسامح، فخلاص الموضوع انتهى يا فندم. ولحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. لسه بتتفرج لحد دلوقتي، يا ريت تزور في لايك، تكتب كومنت، تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجارحي، تصبحوا على الف خير.